السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة خولة، مرحبا بكم ونتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله، أحوالكم طيبة وبخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك كيجي خطير، كيجي رائع، مقادير في المتناول، وكيجي من داكشي كيجي معلك من الداخل بالموز. كيعطيه واحد الطراوة. اللي ما كيعجبوش الكيك ناشف فيجرب هذا الكيك، أكيد غادي ينال الإعجاب ديالو وإعجاب الوليدات ديالو والعائلة ديالو. فنتمنى تكملوا معايا الفيديو للآخر وتشوفوا معايا المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاجوا نص كاس ديال سنيده. يمكن لكم تقللوا من كميه ديال السكر لان عندنا الموز اللي كيبغي الحلاوه ناقصه. بالنسبه لنص كاس فالحلاوه هي هذيك. عندنا كاس مع مرش ديال الزيت، عندي 3 ديال البيضات لان عندي الحجم صغير، لكن عندكم الحجم كبير فكتاخذوا فقط بيضتان. عندي 3 ديال الموزات اللي من الاحسن يكونوا يعني طايبين، القشره ديالهم تكون يعني سوداء باش هكا كيتسهل عليكم انكم تمعسوهم. عندي هنا 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات، ساشي ديال الفاني، معلقه ديال الخل اللي ما كنستغناوش عليها في الكيك ديالنا اللي كتعطينا ديك واحد الهشاشه. عندي 2 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق، رشه ملح، عندي لي بيب دو شوكولا كيبقاو اختياريين، وعندي لوز ايفيلي باش غادي نزين الكيك ديالي، وعندي ياغورت فاني. يمكن لكم تعوضوا عفوا بكاس ديال الحليب. بالنسبه للطريقه فكناخذوا اناء او بول كنوضعوا فيه الموز ديالنا، كنمعسوه مزيان بديك المعاسه ديال البطاطا اولا غير بفرشات. فهاد الكيك يمكن لكم تضيفوا له حتى الكاكاو والقرفه فكيجي رائع. ان شاء الله نجربوا معكم مره اخرى بالشوكولا والقرفه فما تشبعوش منه. اليوم ان شاء الله غادي يعني نحضروه بنكهه الفاني والموز، فحتى هو كيجي خطير، كيجي رائع غير باش كنوعوا. فغادي نحاول نشاركوا معكم مره اخرى بالشوكولا والقرفه، كيجي من داك الشيء. هنا بعد ما كنمعس داك البنان مزيان كما كتشوفوا كيكون طايب، يعني كيسهل علينا اننا كنمعسوه بسهوله يعني وبسرعه. من بعد غادي نضيف له باقي المقادير، وكيمكن لكم توضعوا الكل في الخلاط الكهربائي الا كنتم مزروبين. من بعد كنضيف داك نص كاس ديال سنيده. كما قلت لكم اللي بغي الحلاوه ناقصه فينقص من السكر، يضع غير ربع الكاس، يعني ماشي نص غير ربع، لان عندنا الموز يعني حلو. وكما كتعرفوا الموز شحال ما كان طري شحال ما كيكون حلو اكثر. كنضيف 3 ديال البيضات. هنا عندي غير الحجم ديالهم صغير، اما الا كان عندكم حجم كبير فكتضيفوا غير 2 ديال البيضات. كنضيف الياغورت اللي يمكن لكم تعوضوه بالحليب. غادي نخلط بالفوي، وضفت حتى الكاس مع مرش ديال الزيت، وكنبقى كنخلط. في هذه المرحله يمكن لكم توضعوا الكل في الخلاط الكهربائي او الميكسر وكتخلطوه يعني، وكتوجد يعني بسرعه، يعني ما كتاخذش نهائيا وقت كتير. كما عودتكم دائما وصفات سهله وفي المتناول وما تاخذش نهائيا وقت كبير ومجهود كبير. كنخلط مزيان حتى كيتجانسوا هاد العناصر.
طاب فهو باقي سخون. غادي نخليه حتى كيبرد. كما شفتوا الشكل ديالو كيجي رائع. غادي نخليه حتى كيبرد وغادي نزينو شويه بالشوكولا او الكراميل من الفوق ونتلاقاو باش نشوفوه في صحن التقديم. كما شفتوا معايا بعد ما برد الكيك ديالي صراحه ما خليتوش برد تماما. المهم هذا هو الشكل ديالو من الداخل كيجي خفيف كيجي كيما نقول ما كيجيش ناشف صراحه كيجي رائع وكيجي معلك بداك البنان وكيجي طري. زينته فقط بخطوط ديال الكراميل فقط كتزين صراحه كما كتشوفوا كيجي خفيف وكيجي اسفنجي. فنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم واعجاب العائلات ديالكم. واكيد الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم بالتعاليق ديالكم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. الى اللقاء والى فيديو جديد إن شاء الله.